بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، السلام عليكم يا شباب، وصباح الفل عليكم، ويا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. عايز أقول لكم مش هتتوقعوا أبدا أنا بصور الفيديو ده الساعة كام. تقريبا الساعة 4:30 الفجر. خليني أوريكم. 4:30 الفجر، وده بعد ما أخدت قرار وتناقشت مع نفسي الأمارة بالسوء، وهي إنه مفيش وقت مناسب. يعني انا حاولت بصراحة، وانا طالع اعترف ان الانضباط صعب جدا. انك تنضبط على شيء او تقرر او تعاهد نفسك ان انت آه كل اسبوع مثلا هتنزل فيديو، كل شهر هتنزل فيديو. صدقني يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن او حاجة كده، ما نسيت المثل العربي يعني. بس هتحصل لك حاجات انت مش هتعرف تكمل العهد ده. دي من طبيعة الدنيا يعني، انه بيحصل عليك او انت بتمر باشياء غير متوقعة. مهما كنت على قدر من المرونة مش هتعرف تواكب التغيرات اللي بتحصل. فعشان كده انا بصراحة يعني بحترم جدا والله العظيم الناس المنضبطة اللي هي حاطة يعني روتين كده لنفسها. مهما يحصل مش هتتنازل عنه. فيديو كل اسبوع يعني فيديو كل اسبوع. ان شاء الله انا في العناية المركزة انا هعمل فيديو. فانا بصراحه بحترم الناس دي جدا، وبشكرهم والله العظيم على الانضباط بتاعهم يعني، واتمنى من ربنا عز وجل يعني الواحد يرزقه من الانضباط ده يعني. طيب، فكره الفيديو ده ببساطه واللي انا طالع اشاركه معاك هو ايه الفرق بين النجاح والفلاح. عمرك سألت نفسك ليه في الاذان احنا بنقول حي على الصلاه، حي على الفلاح؟ ليه عمرك ما سمعت ولا هتسمع كمان بنقول حي على الصلاة، حي على النجاح؟ يبقى في فرق بينهم. وانا بقى جاي لك هنا دلوقتي عشان اقول لك ايه الفرق ده، واخليك انت بقى تختار بنفسك تبقى ناجح ولا فالح. فتعال اقول لك ببساطة بقى يا صديقي. انت ممكن تبقى ناجح بس مش فالح، والعكس تماما ممكن يحصل. انت ممكن ما تبقاش ناجح قوي ولكن فالح. الفرق هنا في التارجت بتاعك. انت لو متارجت بس دنيا فانت هتتسمى ناجح، انما انت لو متارجت دنيا واخره انت اسمك فالح. وعشان كده احنا بنقول في الاذان حي على الصلاه، حي على الفلاح. لان انت في الاصل بمجرد ما المفروض بمجرد ما تسمع الاذان، مهما كنت بتعمل ايه انت المفروض تسيب اللي انت بتعمله وتروح تصلي. ولكن بعد الصلاة على طول، بعد ما تفرغ من الصلاة وتخلص، يعني ليك ليك الحرية ان انت تقوم وخلاص تطلع من المسجد يعني، وتروح تكمل شغلك. فانت هنا جمعت بين الحاجتين، اللي هو نجاحك الدنيوي اللي هو شغلك يعني، ونجاحك الاخروي اللي هو الصلاة. طيب، هو الصلاة بس هي العمل بتاعي للآخرة؟ طبعا ده على رأسهم، ولكن مش هو بس. شغلك نفسه عبادة. اي شيء انت بتعمله ده عبادة. بس هنا بقى الفرق بين الناجح والفالح. بس لو حطيت نية، لو حطيت الآخرة قدام عينيك، لو حطيت هدف او تارجت مش بس دنيوي. يعني انت مثلا بتشتغل مش بس عشان تعمل فلوس، ما تخليش ده هدفك، لا، انت كده اسمك ناجح. لكن لو عايز تبقى فالح، خلي هدفك في الشغل اعمل فلوس عشان تطلع حاجة لله، انت كده اسمك فالح. شغال عشان حابب تشتغل عشان تعمل فلوس، عشان تساعد مثلا اهلك، عشان تساعد نفسك، عشان تعف نفسك مثلا، عشان تساعد واحد صاحبك مزنوق في فلوس او ايا كان يعني السبب، او حد ممكن يحتاجك. فانت بتشتغل عشان كده، بتشتغل عشان تعمل فلوس، عشان تعز دينك مثلا، عشان تعز اهلك، عشان تعيش حياة اكرم من الحياة اللي انت عايشها، وهكذا. ده كده انت بتفكر بشكل او بعقلية شخص فالح مش ناجح. لان زي ما اتفقنا الناجح هو كل الاهداف بتاعته والانجازات بتاعته مقتصرة بس على الدنيا. يعني هو بيشتغل عشان يعمل فلوس مثلا، عشان يجيب تليفون جديد، عشان يجيب عربية جديدة، عشان معرفش يجيب شقة جديدة، عشان يشتري ارض، عشان. لكن هو هنا بيبني فين؟ في الدنيا. انما الفالح يا صديقي هو بيبني في الدنيا وفي الاخرة.
الاتنين. فخليني يعني اقول لك الخلاصة بين الفرق بين النجاح والفلاح. الشخص الفالح يا صديقي هو الشخص اللي ما يخسرش حاجة على حساب حاجة تانية. يعني الشخص الفالح هو اللي ما يخسرش الدنيا على حساب الآخرة، ولا يخسر الآخرة على حساب الدنيا. ده كده ببساطة. ففكر فيها واعمل البحث بتاعك. انا طبعا ما استفدتش في اي تفاصيل، واعذرني ان انا اصلا خبطت الموضوع بص يعني سريع جدا. انا جبت الترايبود من جوه، حطيت التليفون، جبت اللاب جنبي عشان اشوف اللي انا ما عرفتش اللي هو اتمسح اصلا او ما اعرفش راح فين الحاجات اللي انا كنت عايز اخدها من اللاب يعني. آه، فحقك عليا لو انا ما اديتلكش المره دي معلومه كامله، ولكن انا كده اديت لك نبذه عن اللي انا عايز اقوله لك. ومن بعدي انت طبعا يعني ابحث يا باشا كده وايه، خد الموضوع بشكل اعمق. فحط في بالك دايما ان انت تبقى فالح مش ناجح. تمام. وزي ما اتفقنا الفلاح هو شامل للاتنين، شامل نجاح دنيوي ونجاح اخروي. انما النجاح بس باسمه ده، النجاح ده اسمه كده نجاح دنيوي، انت مالكش اي نصيب في الاخره. وده طبعا مش سماتنا احنا خصوصا كمسلمين. انت راجل او انت بنوته، انت خلقتي للعباده اصلا. احنا خلقنا للعباده. ومن كل شيء احنا بنعمله في الدنيا هو يعتبر عباده برضو. بس احنا التارجت بتاعنا، التارجت الاكبر هو الاخره. فاحنا اصلا عايشين في الدنيا بنحاول نسعى ونجتهد وننجح ونكبر ونعز ونقوى في الدنيا عشان الهدف الكبير اللي هو الاخره. بس اتمنى اكون افدتك يعني في الفيديو ديت. ف ادعوا لي ربنا ييسر اموري يعني، و... واهل عليكم بفيديوهات تانية تكون افيد واقيم ان شاء الله. بس كده. وزي ما اتفقنا في نهاية كل فيديو في السلسلة دي ان شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم.